شوف بقى معايا السؤال الحلو ده كده على الكوانتم نمبرز وركز قوي. السؤال بيقول if you know that infrared photons، عارف انك بتقول ايه الانفراريد؟ الانفراريد هي نوع من 3 انواع للالكترومagnetic ويفز، ما تتخضش هوضحها. وايه كلمة فوتون دي؟ الفوتون هي الكترون ليه انرجي، الالكترون دوت خد انرجي وطلع بيها لليفل كبير وبعدين بدأ يعمل لها لوز تاني علشان يعمل ريتيرن باك للجراوند ستيت، فدي بنسميها ايه؟ فوتون. يبقى الفوتون عبارة عن ايه؟ انرجي للالكترون. مالها بقى؟ بيقول لي هاف لونجر ويف لينث. وايه ويف لينث دي يا مستر كمان؟ الويف لينث انت عارف ان الالكترون ليه دول نيتشر، يعني بيعتبر بارتيكل وليه كمان ويف بروبرتس، يعني لما بيجي يتحرك بيتحرك في شكل ايه؟ في شكل ويفز بالشكل ده. الويف لينس بقى هي الديستانس ما بين مين؟ ما بين التو بيكس، برضو مش موضوعنا. تمام. بيقول لي بقى الويف لينس للانفراريد بتكون لونجر ذان مين بقى؟ الويف لينس للفيزيبل فوتونز. الفيزيبل فوتونز هي نوع برضو من الالكترومagnetic ايه؟ ويفز اللي لسه هوضحها لك. وبعدين بيكمل معايا بيقول لي and the energy of photon مالها بقى inversely proportional to الويف لينس. ونعرفها منين دي؟ قانون مش عليك لكن هوضحه لك علشان تفضل معلقه في دماغك. الانرجي ليها رول بيربطها باللامدا اللي هي الويف لينس. الرول ده بيقول ان الانرجي ايكوال الاتش تايمز السي. الاتش هنا بنسميه ثابت بلانك، والسي بنسميها سبيد اوف لايت، واللامدا اللي هي مين؟ الويف لينس. يبقى المعلومه دي قالت لي ايه؟ ان الانرجي بتكون انفيرسلي مع مين؟ مع اللامدا. يعني اللامدا تديكريس تبقى الانرجي هتزيد. تمام. بما هتفيدني في حاجه؟ قال لي طبعا وهتعرفها دلوقتي. تعالى بس نشوف بقيه السؤال. معلش هو السؤال طويل شويه عشان ده سؤال حلو. بيقول لي which of the following transitions، ايه following دول؟ A و B و C و D بتعتبرها ايه؟ transitions، يعني ايه؟ انتقالات للالكترون. ما هو فوتون بقى بيتحرك من خلال مين؟ الانرجي ليفلز. مين فيهم هيمثل الانفراريد والفيزيبل سبيكترم فوتون ريسبكتيفلي؟ يعني ايه سبيكترم دي؟ طبعا الطاقه لما بترجع الالكترون بيفقدها ويرجع تاني لمكانه او الجراوند ستيت بيظهر في صوره ايه؟ سبيكترم او سبيكترا ايه؟ لاينز، خطوط طيفيه ملونه. فهنا دلوقتي السؤال واضح. انت دلوقتي عندك الالكترون عمل جامب من ليفل لليفل اعلى وهو بيعمل ريتيرن باك، ادالك حاجه من اتنين، ادالك مره الفيزيبل فوتونز وادالك مين؟ الانفراريد. احنا عايزين نعرف بقى الترانزيشنز دي مين فيهم بتمثل الانفراريد ومين فيهم بتمثل الايه؟ الفيزيبل ايه؟ ترانزيشن. بص بقى معايا عشان تفتكرها. احنا عندنا الالكترومagnetic ويفز. ايه الالكترومagnetic ويفز دي؟ الانرجي اللي هي emitted لما الالكترون يعمل ريتيرن باك للجراوند ستيت. طيب فكرنا يا مستر، كان عندك مين؟ النيوكليوس، حواليها انرجي ايه؟ انرجي ليفلز اللي هم مين؟ الكوانتم نمبرز. فاكرهم ولا لا؟ 1 الان ايكوال ايه؟ 1 الان ايكوال 2 3 4 5 6، وممكن تضيف ال7 كمان عادي مش هيهمنا حاجه. بص كده معايا، الالكترون لنفترض ان ده الجراوند ستيت بتاعه كان موجود هنا وعمل او جين انرجي نقلته مسافه بعيده وليكن جه في الليفل السادس ده. علشان بقى انت تشوف الالكترون ده فين بالظبط لازم يعمل ريتيرن باك لمين؟ للجراوند ستيت، يرجع هنا تاني. بيقول لي في حاله رجوع الالكترون من الليفل البعيد ده للليفل الاولاني ده معناه ان عنده طاقه كبيره جابته من اخر الدنيا لاول الدنيا هنا. تمام؟ فطاقته كبيره يعني ويف لينس اقل اكوردنج تو الرول ده، صح؟ ده يبقى مين؟ قال لي ده يبقى اللي بنسميه الالترا فايلوت راديشنز. ما جبناش سيرتها في السؤال، يبقى مش هي دي اللي بنتكلم عنها. طيب ولو الالكترون ده حب يرجع من اخر الدنيا بس يجي لاولها تاني ما قدرش، الطاقه دي جابته بس لحد مين؟ لحد الليفل التاني.
في الحالة دي طاقته قلت شوية، يبقى الويف لينس زاد شوية. في الحالة دي ده هيتوصف بانه visible photon او visible ايه radiation. يبقى ده احنا جبنا سيرته في السؤال ده اللي احنا محتاجينه. قال لي طب لو الالكترون ده تواجد هنا وحب يرجع تاني، بس الطاقة بتاعته لا جابته في الليفل الاولاني ولا التاني، جابته في ليفلز اقل من كده، وليكن قدر يرجع بس لحد التالت او قدر يرجع لحد الرابع او حتى الخامس، في الحالة دي هو ما جابش، طاقته قلت، يبقى الويف لينس بتاعه زاد اكتر. في الحالة دي ده هيأكت مين؟ هيأكت الانفرا ريد راديشنز. دي كده التلاتة الكترومagnetic ويفز اللي انا كنت محتاجك تعرفهم لما الالكترون هيجي يعمل ترانزيشنز، عشان هي دي اللي بتحل السؤال. نرجع بقى هنا وخليك فاكر، فكرك تاني، الالترا فايلوت هترجع لمين؟ للليفل الاولاني. الفيزيبل راديشنز هترجع لمين؟ للليفل الثاني. اما الانفراريد هترجع لمين؟ للليفل الايه؟ الثالث. اتفقنا؟ كده بقى ندخل نحل السؤال. السؤال كان بيقول لي ايه؟ which of the following transitions gives off infrared. انت خلاص عرفت ان الانفراريد مالها دي بتوصل للليفل الثالث، والفيزيبل دي اللي بتاعت مين؟ الليفل الثاني. فلما اجي كده انفراريد لازم لو انا بعيد ارجع للثالث، اقصى حاجه عندي كده صح، او الرابع، مظبوط. المهم ان انا بعيد عن الثاني والاولاني. فدلوقتي هنا في الاجابه ايه؟ بيقول لي من الرابع راح لمين؟ للثاني. هقول له ده غلط، لان لو هيروح للثاني هيبقى ايه؟ فيزيبل مش انفراريد. بي من السادس جه للرابع، بعيد عن الاولاني والثاني، يبقى مين؟ يبقى ده الاي ار فعلا. طيب ونيجي هنا اللي هو الانتقالة التانية بقى، من الرابع للتاني، ده الفيزيبل فعلا. ايه ده؟ يبقى الانفرا ريد وبعدين الفيزيبل، يبقى الاي ار بعدين الفيزيبل. ده فعلا الاجابة بي صحيحة. طب نتأكد من سي ودي، لان من التاني اللي راح للرابع، ايه ده؟ ده كده طالع من تحت الايه؟ لفوق. لا هنا كده مش هيديني سبيكترم، يبقى ده غلط. طيب من السادس للتاني، من السادس هنا للتاني، ده هيدينا مين؟ هيدينا الفيزيبل مش هيدينا الانفراريد، وبالتالي دي كده ايه؟ مش مظبوطه. وفعلا تبقى الاجابه بي هي الاجابه ايه؟ صحيحه. اتمنى انك تكون فهمت حاجه من السؤال الحلو ده. سؤال يبدو طويل شويه لكنه سؤال حلو ومهم، بيثبت معاك الكوانتم نمبرز بشكل كويس جدا. سلام.